أسوأ عقاب ممكن تعاقب بيه شخص مش بيقدرك أو بيفهمك أو بيفهم بمزاجه أو بيسوء الظن فيك، مش إنك تهينه أو تشتمه أو تكرهه، لا أبدا. أسوأ عقاب فعلا إنك ترجعه لنقطة البداية اللي كان فيها، إنه يبقى شخص غريب وجوده زي عدمه، زيه زي أي حد يعني، بس مع إضافة حاجات بسيطة كده، إنه يبقى بدون فرص، لأن الغريب ممكن نتعامل معاه ويكون عنده فرصة يبقى قريب، بس هو خلاص استنفذ فرصته. إنك تحرمه من كل صلاحيته بدون ما تهينه ولا يهينك، موجود وممكن كمان بترد عليه ويرد عليك، لكن بدون غلاوة وبدون عشم وبدون قرب.